الحمد لله الزمالك كسب فاركو واستغل اخيرا تعثرات المنافسين. كنت حاطط ايدي على قلبي عشان فصول الزمالك البايخه ما يستغلش تعثرات المنافسين، تعثر بيراميدز بالخساره وتعثر الاهلي بالتعادل امام غزل المحل. فوز مهم جدا لنادي الزمالك على فاركو 1-0 في مباراه شوط اول نمسكها واحده واحده كده. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو ولايك وتعالى لي. الشوط الاول الزمالك استحوذ على الكوره بالطول وبالعرض، الاستحواذ كان بيوصل ل 70 و75%. نسبه التمريرات وصلت فوق ال 300 تمريره قدام 70 و80 و85 تمريره. بس الفرق حرفيا انت ممتلك الملعب بالطول وبالعرض ومن اليمين ومن الشمال، وبتعمل كل حاجه انت عايزها في الكوره الا خلق الفرص. تخيل بعد كل الاستحواذ ده وخمس ست كورنرات وفاولات من على حدود المنطقه واستحواذ كبير جدا لنادي الزمالك، وفي الاخر الزمالك الشوط الاول تقريبا ولا فرصه. تسديدات على المرمى الشوط الاول حوالي 6 تسديدات ولا واحده بين الثلاث خشبات تقريبا. يعني شوط تقدر تقول ممل، ماسكين كوره بس ما بنعملش حاجه، ما بنخلقش فرص. نيجي بقى للشوط الثاني. الشوط الثاني اللي بيبين قدرات ودماغ يانيك فيريرا، المدرب اللي بعد ما الشوط الاول بيقرا المنافس كويس جدا. ده بيدل ان هو راجل بيعرف يقرا المنافس وبيعرف يقرا نقاط الضعف بتاعه المنافس ويشتغل عليها. راجل الشوط الثاني زي ماتش المودرن، ماتش سيراميكا، ماتش المقاولين، الماتش بتاع النهارده. الشوط الثاني الزمالك كان ممتاز في الاربع ماتشات، خصوصا في ماتش النهارده وفي ماتش سيراميكا. النهارده الزمالك الشوط الثاني نزل، الراجل حول اللعب، بقى يدخل زي ماتش بالظبط مودرن، بقى يدخل بنزا لقلب الملعب ويطلع ناصر ماهر مكانه ويجيب ناصر ماهر من هنا ويدخل الفينا من هنا ويدخل بنزا. خطير قوي لما بيخش عمق الملعب، بنزا خطير قوي لما بيتحرك في ظهر المدافعين، بنزا خطير قوي في سرق المساحات. المهاجم بيسرق مساحات وبيعرف يتوقع الكرة وبيتوقع الخطأ. بصراحة شكلنا كده هنشوف نسخة لاعب بس لسه بيندمج وبيستوي، وواحدة واحدة هنلاقي مفيش أحلى من كده. بس الزمالك يسكت ما يسكتش، جبنا جول نزيد بقى ونجيب الثاني والثالث والرابع. انت قدامك فرقه مستسلمه، فرقه اطرد من عندها لاعب ومستسلمه ومش عامله اي حاجه. لازم انت قعدنا على اعصابنا يا زمالك لاخر دقيقه. ما تبقاش نادي الزمالك لو ما قعدناش لاخر دقيقه على اعصابنا، بس لنتيجه 1-0 دي ما تطمنش مهما تكون مستحوذ ومسيطر والفرقه اللي قدامك واقعه. 1-0 دي ممكن كره طايشه، غلطه، اي حاجه تلاقي هوب نفسك لبست جون في اخر الماتش والدنيا اتعقربت وبعد ما كنت كسبان. وده حصل معانا السنه اللي فاتت كتير، 4-5 ماتشات حصل معانا كده السنه اللي فاتت بسبب ان احنا ما بنغطيش نتيجه ال1-0. خسرنا نقط كتير قوي بسبب الموضوع ده، ضيعنا مقعد افريقي مهم دوري الابطال بسبب الموضوع ده. فمش عايزين الزمالك بقى السنه دي، يعني الحمد لله السنه دي الدنيا ماشيه كويس، معانا مدرب محترم، الفريق بقى فيه عمق في السكواد. ناقصنا باك يمين مع استاذ عمر جابر، جايين لعمر جابر. عمر جابر كدفاعي انا مش هقدر اتكلم عليه، بيدافع كويس وبيقفل مساحات كويس وبيعمل تغطيه عكسيه كويس والكلام ده كله، بس ما تنتظرش منه اي اداء هجومي. الواد ده بيعملش اوفر عدل. الاوفر الوحيد اللي عمله عدل لناصر منسي اللي هو الكره جت في العرض وجت على الخط دي، غير كده الواد كل عرضياته على القريبه وتحت وفي المستوى بتاع اول مدافع يطلعها، لا اما على الارض مقطوعه. ما فيش. عمر جابر بصراحه محتاجين باك يمين ضروري عشان الفرقه تكتمل بقى. برضك احب اوجه الشكر لدونجا، دونجا اللي مش واخد حقه. دونجا الاربع ماتشات اللي لعبهم الموسم ده في الدوري، سواء الثلاثه اللي بداهم او الماتش اللي نزلوا احتياطي بتاع مدير، حرفيا دونجا عامل اداء عالي قوي ومش واخد حقه. دونجا بينزل يقفل لك نص الملعب حرفيا، بيتحرك في كل حته في نص الملعب. ميس باص بتاعه قليل جدا جدا جدا، بيباص الكره اللي في عمق الملعب اللي بتقطع المساحات، الكره اللي هي السرور اللي في العمق ده بيعمله ممتاز ممتاز، بينقل الملعب 10/10. بصراحه دونجا 10/10. عبد الله السعيد رمانة الميزان، المايسترو بتاعنا. بنزا طبعا ما اقولكش لما بيتحرك لجوه الملعب وبيسيب الخط. طبعا خوان الفينا ما فيش كلام عليه، الراجل الله اكبر عليه، الله اكبر عليك، ربنا يحميك يا ابني ويحفظك. ومبروك لجمهور نادي الزمالك. وعندنا ماتش بقى وادي دجله ان شاء الله نكسبه ونخش بقى بعد كده التوقف الدولي واحنا قاعدين مرتاحين البال كده، والاهلي ان شاء الله يخسر من بيراميدز او حتى يتعادلوا، ويبقى احنا ان شاء الله الدوري في 100 عقبه وشامل ريحه الدوري ان شاء الله.